السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم حياة للطبخ والصحة والجمال. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد طبق وجدته العشاء. جا لذيذ بزاف ومختلف على اللي مولفه نقدم لكم قبل. هو طبق عبارة على قطبان ديال الأذان مشويين في آلة البانيني، رافقته مع واحد الفلفله اللي كانت سوطين وبطاطا والرز. درتو بطريقتي، درت لي واحد لاصوص زوينه بزاف، ورافقته كذلك مع عصير ديال لافوكا. نخليكم دابا مع مقادير وطريقه التحضير، وكنتمنى من الله يعجبكم الفيديو، وطبيعه الحال اللي عجبكم ما تنساوش تخليو لي لايك وتعليقاتكم واقتراحاتكم. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا قطبان ديال لاداند اللي ديجا غسلتهم بالخل والليمون الحار او داك الرنج، وخليتهم يتسقطوا مزيان. درتهم هنايا عندي في الطاوه، غادا نضيف ليهم دابا العطريه، ندير لهم تتبيله ديالهم. هاد التتبيله اللي رائعه جدا وكتخليهم يجيو فتيين. هنايا زدت قزبره ومعدنوس، تقريبا معلقه كبيره مقطعه. بالنسبه للكميه ديال اللبن راه ديروا اللي بغيتو، القياس اللي بغيتو نتوما على حسب شحال كاين عندكم في الدار. غادا نزيد نضيف لهم تقريبا ضرس ديال الثومه كبير او ثلاثه صغار صافي، ونحكو عليهم طويل كيف ما كتشوفوا بحال هكا. هاد التتبيله ان شاء الله الا جربتوها غادي تبقاو ديما ديروها في المشويات، كتجي لذيذه وكتخلي سواء الدجاج ولا اللحم ولا القطبان ديال الأذان كيجيو فتيين وكيطيبوا ما كيجيوش ناشفين من الداخل. هنايا غادا نزيد تقريبا معلقه صغيره ديال صلصه الصوجا اللي حتى هي من بين الاسرار اللي كنديرها في المشويات، وكذلك هنايا نص معلقه صغيره ديال الموطارد. هاد الموطارد وصلصه الصوجا هما اللي يخليو القطبان كيجيو فتيين. زدت هنايا تقريبا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وغادا نزيد نص معلقه ديال خرقوم بلدي، نص معلقه ديال الكمون، ورشه ديال البزار ما نكثرش منه بزاف، وتقريبا نص معلقه صغيره ديال السكينجبير. هادو هما التتبيله اللي كندير انا ديما للمشويات، كيجيو صراحه كتجي التتبيله ديالهم كتجي زوينه ولذيذه. وبطبيعه الحال الملحه ما ننساهاش، ما كثرتش منها بزاف لحقاش عندي صلصه الصوجا والموطاد كيكونوا مالحين شويه. صافي غادا نحركهم مزيان، نخلط هادشي مزيان ونحتفظ به في الثلاجه تقريبا لمده ديال ساعه. تقدروا توجدوها ساعتين قبل ولا ليله قبل. انا كنفضل الدجاج ولا الحوت، كنفضل انني نتبلو على اتساع ونخليه يرقاد بزاف اطول مده ممكنه باش هكا كيجي شارب ليا العطريه. هنايا خديت الفلفله اللي غادا نرافقها مع الطبق، شويتها فوق البوطه، من بعد غادا نقيها غير بايدي بحال هكا، نحطها فوق حطيتها فوق من هاد القلاده، وناخذ موس ونبقى نكرط فيها بحال هكا. انا ما كنفضلش هذيك الطريقه ديال انكم ديروها في الفلفله ديروها في الميكا وتزمتوا عليها من بعد تبداو تنقيوها، لان البلاستيك ما كيكونش بلاستيك غذائي وكيطلق واحد الماده سامه في الفلفله. داكشي علاش انا كنديرها غير هكا محدا باقا سخونه، وكنبدا نقشر فيها بكل سهوله. من بعد غير كنمسحها من هذوك من داكشي اللي كيكون فيها كحل، وما كنغسلهاش باش تبقى فيها ديك البنه ديال الشوا. ونقطعها بحال هكا شرائح كما كتشوفوا، شرائح طويله، من بعد نقسمها على جوج بحال هكا كتكون رقيقه بزاف. من بعد غادا نسوطيها في اللاطه. هنايا بعد ما درت الفلفله في المقله زدت عليها شويه الملحه،
غادا نزيد تقريبا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون. تقدروا تستعملوا الزبده الا ما عندكم زيت الزيتون، ديروا الزبده حتى هي كنسوطي بها بعض المرات الخضره ولا الفلفله ولا اللي كاين. الا كنت غنسوطي شي حاجه كندير اما زيت الزيتون اما الزبده. صافي غادا نحرك بحال هكا مزيان. من بعد غادا نزيد هذاك القزبر ومعدنوس اللي مقطع كما كتشوفوا، والثومه اللي حكيتها طويله. كنفضل انها تكون طويله باش كتجي باينه شويه في الخضره سوطي، وفي نفس الوقت كتعطي واحد البنه ديالها زوينه. صافي وغادا نبقى نشحرهم هاد الفلفله وقزبر ومعدنوس والثومه، نشحرهم مزيان ونخليهم يتشرملوا ليا بحال هكا كما كتشوفوا. راه كتقدروا في بلاصه الفلفله الحمراء ديروا الخضراء ولا ديروا الملونه اللي عندكم. انا كان عندي هاد الحمرات هما اللي استعملت. صافي غنخليهم حتى يتشحروا. من بعد غادا نمشي ندير حاجه اخرى. هنايا غادا ندير داك اللوز ديالي يتسلق كما كتشوفوا. درتو هنايا يتسلق، وغادا نزيد معاه شويه الملحه، وتقدروا تزيدوا معاه قزب ورقه سيدنا موسى الا كاينه. صافي وغنخليه يتسلق، ومن بعد غادا ندير من موراه البطاطا مسلوق. البطاطا حتى هي نسلقها، اللي غادا نسوطيها بنفس الطريقه اللي كنت درت معكم في الفيديو ديال الدجاجه اللي رافقتها مع بطاطا. صافي وغادا نخليها تسلق، ومن بعد غادا نمشي نوجد القطبان ديالي كما كتشوفوا. راه درتهم هنايا في هاد العواد ديال الشوا. وغادا ناخذ الاله ديال البانيني. غادا نحط فيه هذوك القطبان ونخليهم يتشواو. تقدروا تستعملوا المجمر ديروهم في الفاخر، ماشي مشكل. انا هنا ما كانش عندي الوقت بزاف، يعني وجدتهم هاد الطبق وجدته للعشاء. دونك مني جيت من الخدمه جيت مزروبه ما عنديش الوقت بزاف، استعملت هاد الآلة البانيني. وصراحه جو احسن من اللي كيتشواو في الفوق الفاخر، واخا ان ديال الفاخر كياخذ شويه الوقت وكتكون فيه بنه ديال الشوا. هذا هنايا نديرو نخليهم حتى يتشوا مزيان كما كتشوفوا هنا. ومره نقلبهم، وكتشوفوا كيجيو صراحه مشويين وكيجيو فتيين. صافي هنا نخليهم يتشواو هنا درت بربعه. ومن بعد غادا نمشي نوجد اشنو غادا ندير. هنايا اللوز ديالي بعد ما صفيته وتسلق وصفيته مزيان، خديت هاد الاناء اللي غندير فيه هذيك لاصوص. زدت هنايا معلقه كبيره ديال دانون مسوس اولا ياغورت مسوس. تقدروا تعوضوه بالمايونيز. درت هنايا معلقه صغيره ديال الخل، وغادا نزيد معلقه صغيره ديال زيت الزيتون. هاد الصلصه درتها لهاد الرز وجا زوين بزاف. درت رشه ديال البزار. صافي وغادا نخلط بطبيعه الحال الملحه اللي ما ننساهاش، واخا راني سالقه الرز في الملحه ما كثرش. صافي وغادا نخلطو مزيان بحال هكا كما كتشوفوا. صافي وغادا نخليها على جانب. هذا الرز نخليه على جانب حتى يتشرب ليه هذيك لاصوص اللي درت ليه، ونمشي نكمل القطبان ديالي نكملهم في الشوا. كما كتشوفوا هنايا راه تقريبا تشواو هذوك الاولين اللي درت. غادا نحيدهم وندير الاخرين. كما كتشوفوا راه محمرين بزاف. مره كنحاول نقلبهم وندورهم على الجهه الاخرى. هنايا البطاطا ديالي اللي درتها تسوطات راه صافي طفيت عليها، وتقريبا 4 الاخرين اللي بقاو راني حتى هما درتهم يتشواو. صافي وغادي نمشي دابا نوجد طبق التقديم. هنايا خديت هاد الطبسيل اللي كيكون بحال هكا داير. المهم نتوما على حساب اللي عندكم موجود في الدار. غادي ناخذ زلافه وغادي ندير فيها هذاك اللوز. ناخذ باش نديرها في الوسط. غادي نعمرها هذيك الزلافه نعمرها مزيان بهذاك اللوز. وكنبدا نضغط عليها بحال هكا كما كتشوفوا مزيان باش تجي شاده، يجي شاد اللوز في بعضياتهم. ومن بعد غادا نقلبها نقلب هاد الزلافه في الطبسيل بحال هكا كما كتشوفوا. دغيا كتقلب. صافي نحاول نهزها غير بشويه. وغادي نبدا نزوق دابا
الخضره السوطه اللي درت هنا. عندي الفلفله وعندي البطاطا اللي سوطيتها، وغادا نبدا نزين الطبق ديالي كما كتشوفوا بحال هكا. المهم مزيان كيبقى اختياري. وهنايا كانوا عندي هاد الشرائح ديال لادان طوال. من بعد ما حيدت بطاطا زدتهم همايا. بعد ما سوطيت بطاطا زدتهم هما سوطيتهم في دغيا كيطيبوا صافي، وزينت بيهم فوق اللوز. تقدروا تزينوا بالبيض مسلوق اللي عندكم. المهم الزين كيبقى اختياري، انا عطيتكم فكره والزين كيبقى ليكم. هنايا صافي عند التقديم غادا درت هذوك القطبان كاملين يسخنوا في الآلة البانيني ونقدموهم دابا كما كتشوفوا. هنايا درت القطبان ودرت هذيك المقبلات ديال البطاطا والفلفله والرز، ورافق حتى مع عصير ديال لافوكا. كنتمنى من الله ان الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. ولا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال ما تنساوش تخليوا لي لايك، وما تنساوش تخليوا لي تعليقاتكم. ومرحبا بالناس الجداد اللي كيزوروا قناتي لاول مره، ما ينساوش يخليوا لي لايك، وما ينساوش كذلك يفعلوا الجرس ويضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلهم كل جديد. وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله، وباي باي عليكم.